أهلا بكم مشاهدينا. فند نادي موناكو الفرنسي الخبر الذي أوردته صحيفة ماركا الإسبانية بشأن توصله إلى اتفاق مبدئي مع ريال مدريد من أجل بيع النجم اليافع كيليان مبابي إلى النادي الملكي بصفقة ناهزت 180 مليون يورو لتتواصل التكهنات حول مصير المهاجم الفرنسي الشاب. بعد الموسم الناجح الذي قدمه موناكو، كان لاعبوه محط أنظار الأندية الكبرى خاصة في القارة العجوز، ليشكل سوق الانتقالات بالنسبة للنادي الفرنسي فرصة لجني الأرباح. وقد وصلت مبيعاته حتى الآن ل 165 مليون يورو بعد صفقة انتقال بنجامين ميندي إلى مانشستر سيتي. وضع نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو حدا لمسلسل التكهنات التي انتشرت في الفترة الأخيرة حول مستقبله، وأكد بشكل صريح بقائه في صفوف النادي الملكي. إذن مشاهدينا، مع أهم خبر في هذه اللحظة، حيث أفاد راديو راك أو أن برشلونة اتفق مع البرازيلي فيليبي كوتينيو من أجل انتقاله إلى صفوف البلوغرانا. الإذاعة الكتالونية أكدت أن برشلونة توصل إلى اتفاق تام مع كوتينيو الذي وافق على الانتقال إلى وصيف بطل إسبانيا، ولكن يتبقى الاتفاق مع فريقه ليفربول من أجل إتمام الصفقة. يذكر أن ليفربول أبدى تمسكه. وهل هذه الصفقة مؤشر لرحيل نيمار؟ الأيام تثبت لنا. دائما ما يكون الإعلام على موعد مع ضجة كبيرة تثار حول نجوم يلوحون بعصا مغادرتهم لأنديتهم في فترة الانتقالات الصيفية، ما دفع البعض للقول إن الغرض من وراء كل ذلك هو رغبتهم في الرفع من قيمتهم السوقية في عالم الكرة. كريستيانو رونالدو، ماركو فيراتي ونيمار أمثلة للذكر لا للحصر. نهاية فقرة ميركاتو مشاهدينا. عودة الآن إلى يحيى